ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. نبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى انا عامله لكم احلى شويه سبانخ يستاهلوا بقكم. ما شاء الله يا حبايبي اهوت، احنا كنت جايبه ربطه سبانخ جميله كده زيكم. طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، انا كده عندي السبانخ زي ما انتم شايفين اللي هم في الكيس ديت بعد انا ما نقطت السبانخ. طبعا بناخد ايه، عود عود كده ونشيل الايه يعني الحته اللي هي الصفرة فيها، الحته اللي ملهاش لازمه. وزي ما انتم شفتوا يا حبايبي، فطبعا بنقضها بقى ايه، عود عود كده. وبعدين بقى ايه، نبدا بقى بالتقطيع زي ما انتم شفتوا اهوت. كده انا قطعتها. وطبعا بقى بحطها في ميه كده تنزل ايه مثلا طين فيها اي حاجه. وادينا هو بقى ايه حطيتها بقى بصفيها تحت الحنفيه يا حبايبي، في ميه جاريه كده علشان ايه تنزل يعني اي بقى حاجه، يعني حاجه مثلا طين اي حاجه فيها. طبعا بقى مع الحنفيه، في الحنفيه بقى طبعا مع الميه الجاريه اللي نازله منها، بتبدأ بقى ايه تنضف السبانخ حبايبي. فطبعا بقى بنسيبها في مصفى علشان ايه، تصفي بقى براحتها يا حبايبي. وطبعا يا حبايبي بقى معلومه لكم برضو، يعني طبعا كانت والدتي ربنا اداها الصحه دايما تقول ايه، اي خضار نجيبه يا جماعه ما نطبخوش في يومها، عشان تعرفين طبعا الرش اللي بيبقى فيه والكلام ده. فطبعا نعمل ايه، نبيت الخضار لتاني يوم. فطبعا انا كنت جايباها قبلها بيوم وعملتها، وزي ما انا وريتها لكم كده يا حبايبي. نيجي بقى هنا ايه، معانا بقى بصلايه ومعلقه سمنه كده ومعلقه زيت. طبعا بقى نبدأ ايه، ومعانا بصلايه كده حلوه قطعناها. فطبعا بعد السمنه بقى والزيت ما بيسيحوا كده في الحله ويقدحهم، نبدا ننزل بالبصلايه يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو. بقى نبدا بقى بالتقليب لحد ايه البصلايه ما تدبل معانا، لكن ما نحمرهاش قوي ليه، عشان ما تبقاش تحرق في الصدر كده في الاكل يا حبايبي. وطبعا زي ما انتم عارفين بقى، زي ما انا دايما معوداكم ان انا كل ما بنزل السوق بجيب بقى طماطم للسلطه وطماطم للايه للطبيخ بقى. طبعا بسبكها زي ما انتم شايفين يا حبايبي في الحله اهيت انا مسبكاها. وطبعا بقى ايه ساعه البصلايه ما بتدبل كده وتتحمر شويه، بدات انزل بالايه بالطماطم يا حبايبي اهي زي ما انتم شايفين بقى كده. وناخدها بقى تقلبتين وبعدين ايه بنسيبها بقى تتسبك لحد ما تتسبك بقى منها كده. وايه ويكون بقى طبعا السبانخ بتاعتنا الجميله بقى اللي انتوا شفتوها ديت بتكون ايه، صفت ميتها. اهي يا حبايبي ما شاء الله جميله بقى ريحه الطشه بقى بتاع الطماطم في قلب البصلايه الجميله بقى ديت. ما شاء الله جميله هتعجبكم والله يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. هي ادي الطماطم بتاعتنا، عصير الطماطم بعد ما تسبك في الحله اهوت. اي يا حبايبي شايفين زي ما انتم شايفين اهو بقى تبداي تعمل ميتها بقى تنشف منها اهو. وطبعا زي ما انتم شايفين طبعا احنا كنا غسلنا بقى السبانخ زي ما انا وريتكم. وطبعا بقى ايه، بنعمل ايه بقى، احنا كده نزلنا بالسبانخ في قلب الحله يا حبايبي. فطبعا لما بننزل بالسبانخ حبايبي ما بنزودش طبعا مثلا الشوربه او مثلا الميه. لو اللي حابب يعني يزود، سواء عندك شوربه او ميه مثلا تديها ايه، شوربه دجاج او حاجه. فطبعا بقى ايه بنبدا بقى نزلت بالسبانخ اهوت، باخدها بقى تقلبتين وما بزودش دلوقتي خالص. ليه؟ عشان لان احنا عارفين الخضار بيبقى كله ميه. فطبعا لما بنحط اي خضار بقى احنا بنطبخه، يعني دي نصيحه لكل اخواتي. طبعا اي خضار يا حبايبي بننزله ما نبقاش نزوده على طول. ليه؟ لان الخضار زي ما انا قلت لكم بينزل ميته. فساعه ما ياخد له غلوتين بيقوم الخضار منزل ميته. وبعدين بقى بنزود على قد الايه الحاجه اللي احنا عاملينها. ادوات يا حبايبي بسم الله ما شاء الله اهي السبانخ كده نزلت ميتها في قلب التسبيكه بتاعتنا اللي احنا عاملينها اهي. اهي بصوا يا حبايبي اهي ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله. والريحه والله يا جماعه تحفه تحفه. والله العظيم شويه سبانخ يستاهلوا بقكم ما شاء الله الله اكبر يعني. ادي يا حبايبي كده هي ايه السبانخ هنا ما شاء الله نزلت زي ما انا قلت لكم الايه ميتها. طبعا نبدا احنا بقى بنزود الشوربه او العقد بتاعنا زي ما احنا بنقول او الشوربه اهيت. انا كان عندي شوربه كنت مسويه حته لحمه كده يا حبايبي. فطبعا الشوربه زي ما انتم شايفين ببدا انزل بقى على قد الايه كميه الخضار اللي انا عاملاها. ما شاء الله جميلة جدا والريحة والله يا جماعة تحفة. ان شاء الله بقى كده الفيديو بقى يعجبكم، وتضغطوا لي بالله عليكم لايك واشتراك في القناة، عشان انتوا عارفين اللايك بيرفع الفيديو يا حبايبي. واللي اول مرة يشوفني ويتابعني يضغط لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. وتعليقاتكم الجميلة والله العظيم اللي بتديني طاقة إيجابية. وبصراحة ما اقولكوش والله يا حبايبي، يعني ربنا يديمكم في حياتي يا رب.
وما يحرمنيش منكم ابدا. ادي يا حبايبي اهوت، بسم الله ما شاء الله كده. شفتم السبانخ بعد ما غليت اهي، بسم الله ما شاء الله كده استوت. وطبعا بقى هنحط بقى البهارات بتاعتنا. طبعا احنا عندنا الشوربه انت زي ما احنا عارفين حاطين فيها البهارات، حاطين فيها الملح بتاعها وكده. فطبعا بقى احنا لما بنيجي نعمل الطبيخ، عندك بقى اي بهارات عندك حبايبي، اللي هي البهارات بتاعتنا اللي هي من عند العطار. وطبعا مع طبعا الملح وكده كده اللحمه احنا كنا متبينها ما شاء الله، فبتنزل بقى حلاوتها كده مع البهارات اللي احنا بنحطها مع السبانخ. وبسم الله ما شاء الله جميله جدا. وادي كده السبانخ يا قلبي حبايبي، حبايب قلبي، بعد ما استوت اهيت اهي ما شاء الله. احنا كده غرفت اهيت ووريتكم الحل ما شاء الله جميله كده وايه، وغرفنا في الطبق اهوت. بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي يا حبايبي. وادي هي السبانخ اهيت، بسم الله ما شاء الله. معلش بقى الفيديو بقى جه كده، معلش انا اسفه لكم جدا هي، بس بسم الله ما شاء الله هي شويه سبانخ الله اكبر ما شاء الله، يستاهلوا بقكم حبايب. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.